السلام عليكم. ورجعنا لكم بقى بالفيديو من الفيديوهات بتاعه العيد. انا معايا هنا سوداني. السوداني ده ني مش مستوي، وهقول لكم قصه السوداني ده ايه. هقول بسم الله، وجبت بوله فيها مج كبير ميه، دول 2 كيلو سوداني، ومعايا 4 معالق ملح هرميين كبار، طبعا حسب كميه السوداني اللي انت هتجيبيه. وهندوب الملح في الميه كده زي ما انتم شايفين. وهقول لكم انا عملت كده ليه. اكيد الواحد بيعمل حاجات مش من فراغ، ليها اسبابها. هنقول بسم الله، وجبت الصينيه وهفضي السوداني، واي شوائب هتقابلني فيه يعني الشايه، قشرة سوداني هشيلها. السوداني ده ني، دول 2 كيلو، انا جايبه ال 2 كيلو ب 120 جنيه، يعني الكيلو ب 60 جنيه. في المقله الكيلو جاهز ب 160 جنيه قسما بالله. طيب الفرق هنا ايه؟ الفرق 200 جنيه. حلال ولا حرام في ظل الاسعار اللي بقت رهيبه وما فيهاش اي رحمه؟ طبعا انا نزلت بالسوداني كده وشلت اي حاجه فيه، وببتدي ارش الميه مملح كده عليه. طبعا مشغله الفرنه تسخن قوي زي ما انتم شايفين كده، وهدخله وهفضل من حين لاخر اقلبه. طبعا انا عايزه اشرب السوداني ده بالميه عشان طعم الملح يخش جواه نفسه. شايفين اهو، ونقلب كده لحد ما يشرب الميه اللي معايا دي كلها اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني اجيب كيلو سوداني ب 160 جنيه، ولا اجيبه انا زي ما انا قلت لكم كده ب 60 جنيه، واعمله في البيت بحبه ميه وملح وحبه الغاز، ولا اروح اجيب 2 كيلو بكام؟ ده كفر باين. ده ايه ده؟ اهو زي ما انتم شايفين كده بنقلب كده. طبعا احنا عارفين ان السوداني والحاجات ديت من ضمن حلويات العيد، كل سنه وانتم طيبين. طبعا انا هدخله كده على الفرنه وهقلبه من حين لاخر. شوفوا بقى، تعالوا طلعته من الفرنه، خد وقته في الفرنه، الميه كلها اتشربت. وريكم الملح اللي تحت، والسوداني زي القمر زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا السوداني حلو ومليان، واغلبيته تلاتات. انتوا عارفين السودانيات التلاتات دي اللي تلاقي فيها 3 سودانيات في الحبايه. هنقول بقى ايه، هنفضي هنا زي ما انتوا شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين. طبعا عملنا الترمس وعملنا البليل الحمص وجبنا السوداني، وهنشوف جبنا ايه مع السوداني من حلويات العيد. ها، وفرنا ولا ما وفرناش؟ وفرنا 2 كيلو وضربنا بيهم ايه بقى؟ ضربنا بيهم يعني رقم رخم قوي لما تحبي تجيبيه من المقله. يعني بصراحه انا مش عارفه ايه ده، بيقولوا ايه؟ بيقولوا شريط العبد ولا تربيته؟ لا، تربيته طالما فيها توفير. طبعا جبت بقى تشكيله بامبوني كده زي ما انتم شايفين، وشوكولاتات جميله جدا. وتاكدي طبعا وانت بتجيبي الحلويات زي اللي في ايدي دي نوجه. طبعا بتبقى متخزنه، ما تجيبهاش من اي مكان، فبتبقى مكمكمه بمعنى اصح. احنا جبنا بقى بامبوني وشوكولاته، وبس حبه بسكوتات بالشوكولاته، وجبنا شوكولاته افضيها معاكم كده اهي، اللي هي ساعات بيبقى فيها بندق وساعات بيبقى فيها سوداني. ايه رايكم؟ فكره لذيذه وجميله ان احنا عملنا السوداني بايدينا في البيت، ووفرنا مبلغ يعني بيضربونا على وشنا بيه بمعنى اصح. كل سنه وانتم طيبين، واستنوني في كل جديد. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير. مع السلامه.